ده الفيديو التاني تكملة لموضوع الاي بي اس. هو طبعا الاستفادة في الاي بي اس في المعدات مش اي بي اس بقى، مش فرامل بس. احنا في معدات مثلا زي الفينشر، زي ريكليمر، زي الهارد اس، بيهمنا فيها. المعدات دي بتبقى طبعا على كتاين، على انظمه ماشي مختلفه، يعني ممكن كتاين وممكن حجر وممكن كاوتش. بس بيهمنا فيها ان الرواش عادل، ما تعملش بقى ايه، ما تروحش يمين شمال، بنسميه احنا كسح. يعني الفينشر لما ينزل ببندلته ماشي واخد الباندا وماشي، احنا دايما في شكوى بتحصل دايما حته ان الفينشر بيكسح يمين او شمال. طبعا مع الشغل بيحصل مشاكل في الكتاين، مشاكل في الاندر كارج، مشاكل في الهيدروليك سيستم، في الموتور، في الترمبات. طبعا عشان خاطر بيبقى الحاجات دي معدات تقيله وعليها حمولات وعليها قصص كبيره، فبيبقى عليها تلاقي الجنب اليمين ليه ترومبا وليه موتور، والجنب الشمال ليه ترومبا وليه موتور للمشي. طب ممكن بتحصل مشاكل في الجنب ده او في الجنب ده، او طبيعه الارض مختلفه في الجنب ده عن الجنب ده، فتلاقي طبعا واحد يسبق واحد، فمجرد ان هو واحد سبق واحد يبدا يحصل كسح يمين كسح شمال. وده لو مثلا فينشر شغال في خلطه او في ريكليمر او في ستابلايزر او في دي ار او في ريسايكل او في هراس، كارثه. كارثه انه يكسح يمين او شمال، الباندا بتبوظ والموضوع بيبقى صعب جدا يعني. وفي نوع كمان من الهرسات، الحجر اللي قدام ده بيقسموه مثلا لحجرين يمين وشمال، الحجر اللي ورا نفس الكلام، حجرين يمين وشمال. فالنهارده هو عاوز يحكم الفينشر يمشي عدل زي الالف، بلدوزر، كليمر، هراس، عايزه يمشي مظبوط زي الساعه عدل على الباندا بتاعته. ما يبداش ياخد يمين او شمال غير لما السواق ايه يكون محتاج فعلا يدي يمين او شمال، لكن لوحده لا. او لو السيستم اليمين ضعيف شويه يتحكم فيه بحيث انه يخلي اليمين زي الشمال، او الشمال ضعيف شويه يخلي اليمين زي الشمال. يعني المهم الفكره في الاخر انه يمشي بنفس السرعه. حتى الهرسات الاربعه حجاره دي نفس الكلام. فبيعمل ايه؟ نفس فكره الاي بي اس، بس الاي بي اس بدل ما هو كان في الابلكيشن بتاع العربيه للفرامل، لا هنا بيكنترول ان يخلي الدنيا تمشي مظبوط. ازاي؟ مثلا على سبيل المثال الفينشر بيمشي بسرعه مثلا، يعني احسن سرعه مثلا لفرد الاسفلت على الفينشر حوالي ايه 4. طيب السرعه دي بيبقى لها مثلا سيتنج معين للهزاز والدكاك. طب دي في الاخر وهي ماشيه يهمني فيها ان الفينشر مبقاش عادل، السواق ما يبداش ايه، يعني الفينشر ده يروح يمين او يروح شمال غير لما السواق يبدا ياخد الجيستيك او الطاره لو هو مثلا فينشر على كاوتش، او الجويستيك لو هو فينشر على كاتينا يمين او شمال عشان يبدا ايه يغير اتجاهه. طب الكلام ده بيتم ازاي؟ نفس الفكره. موتور المشي دايما هنلاقي على موتور المشي اللي مغذي الكاتينا، او اللي راكب على فرد الكاوتش، او اللي راكب على الحجر، الموتور الهيدروليك دوت عليه سنسور ار بي ام. تمام. وهنلاقي لو الجنب اليمين عليه مثلا ترومبا والجنب الشمال عليه ترومبا، يبقى هتلاقي على كل ترومبا كويل الاكتويتر. وهنلاقي الفنشر فيه كارتة، الكارتة دي بتاخد قيمة السرعة قد ايه من مقاومة سرعة، وبتاخد الاتجاه مثلا يمين او شمال من جويستيك، برضو بتبقى مقاومة بتدي اشارة للكارتة وبتبدأ تترجم انا عايز السرعة قد ايه والاتجاه قد ايه يمين شمال. لو انا المقاومة في الجويستيك ده في النص او الدركسيون في النص، يعني مش محتاج امشي لا يمين ولا شمال، اكسح امشي عدل، يبقى اوتوماتيك الكارتة هتخلي سرعة الاتنين زي بعض، اليمين زي الشمال. طب ازاي تخلي اليمين زي الشمال؟ هتدي للكويل بتاع اليمين مثلا الامبير مثلا بتاع الكويل بيبقى ليه قيمه تقريبا من 220 مثلا ملي امبير لحد 630 ملي امبير، فهتدي مثلا 300 ملي امبير للكويل اليمين، تدي 300 ملي امبير للكويل الشمال اللي هو في اتجاه قدام، لو انا ماشي قدام. يعني طبعا لو احنا بنتكلم على الجنب اليمين ليه ترومبا موتور والجنب الشمال ليه ترومبا موتور، هتلاقي الجنب اليمين دوت الترومبا بيبقى عليها اتنين كويل، واحد يمين وواحد شمال، واحد قدام واحد ورا. الجنب الشمال نفس الكلام، واحد قدام واحد ورا. الجنب اليمين واحد قدام واحد ورا، ده A و B، ده A و B. طيب تبدأ كارتة تدي الترومبة، تديها الإشارة للكود بتاع الترومبة أو لكنترول الترومبة، يبدأ يطلع الزيت، يبدأ يحرك موتور هيدروليك، يبدأ يحرك الكتينة أو الكاوتش أو الحجر، وات ايفر بيشغل ابلكيشن ايه.
وفي الاخر على الموتور نفسه الشافت بتاعه اللي خارج ار بي ام سنسور يقرا السبيد قد ايه. فبتقرا الكارتة السبيد قد ايه في اليمين وسبيد قد ايه في الشمال، تبدا تشوف هنا السرعه 4 متحققه ولا لا، هنا السرعه 4 متحققه ولا لا. طب ممكن ده نلاقيه 3.8، ده اللي 4.2. ليه؟ سيستم الهيدروليك هنا قوي، سيستم الهيدروليك هنا ضعيف، كتير هنا مشدوده، كتير هنا مريحه، هنا في مشكله في الموتور ضعيف مثلا، هنا سليم، وهكذا. طب المشاكل دي كلها تبدا الكارتة بقى ايه كنترول الموضوع ازاي. ده خلاص واخد 4.2 جنب الشمال، عشان انا بدي 300، يبقى انا لما اديته 300 ملي امبير باخد 4.2. لا انا اديله 280 ملي امبير واقيس من السنسور، لقيت السرعه بقت 4.2، لا اديله 250 ملي امبير السرعه بقت 4، خلاص يبقى كده تمام. في نفس الوقت شوف الجنب اليمين ايه الاخبار فيه، اقل 350، لا خلاص يبقى انا محتاج ازود الملي امبير، ازود الملي امبير لحد ما السرعه هنا تبقى 4، هنا 4، يفضل ماشي. طبعا الكلام ده ايه، طول ما الكارتة شغالة بتقيس، طول ما هو بيلف السنسور بيبعت إشارة، والكارتة بتقرا الإشارة والترجمة هتبعتها للكويل. خلاص ادى السرعة 4 وثابت، خلاص تبدأ تزود وتقلل، تزود وتقلل، دايما محافظة له ايه على ال4. السواق خلى 5 تحافظ له على ال5، ادى 3 بتوع ال3، وهكذا. طيب الموضوع فيه بارامترز تانية، في الحمل. مثلا فينشر قدام منه عربية محملة أسفلت، سواء مرة دايس فرامل، مرة فاكك فرامل، مرة محملة، مرة خفيفة، مرة مطلع، مرة منزل، كل الكلام ده الكارتة بتقرا والكنترول عليه. في الآخر ألاقي الفينشر ماشي عادل زي الساعة. بس الكلام ده ليه ليميت، خاصة لو مشكلة هيدروليك. يعني لو الترومبة دي ضعيفة شوية عندي، اه تقدر الكهرباء تكنترول على الدنيا وتقربها. لكن لو الترومبة دي ميتة خالص، خلاص تفضل الكارتة تدي لحد تدي أعلى أمبير، مثلا لو حوالي 630 ملي أمبير للكويل. خلي 630 ملي أمبير، وده أقصى سرعة في اليمين مثلا بقت 2، والشمال واخد 600، 2 واخد ال 250 العاديين او 300 العاديين، وهو ثابت على 4، خلاص هيفضل الفينشر يكسح في الاتجاه ده، لان الكنترول ليه ليميت. لو عديت بره الليميت دوت خلاص. طب ايه اللي بيأثر في الليميت دوت؟ كفاءة السيستم والمشاكل اللي موجودة. يعني الجنب اليمين ده ممكن فيه مثلا سبروكت متاكل خالص، فالكتيبه بتلف على الفاضي، الهيدروليك ضعيف خالص، الموتور ضعيف خالص، الترومبه ضعيفه خالص، الكنترول فالف اللي بيتحكم في الترومبه دي ضعيفه خالص. ومش كله في كذا ترومبه وكذا يعني مش كله في كذا ترومبه، لكن الموتور كل جزء بيتحرك. انا بتحرك واحده لازم يكون لي موتور. يعني ممكن يكون الهارات مثلا 4 حجر قدام وحجر ورا، والحجر قدام ده نصين وده نصين، كل نص من دول لازم يكون عليه موتور هيدروليك، لازم، مفيش حل تاني، لازم حاجه تاكتويته، لازم حاجه تشغله، لازم حاجه تمشيه. طب في الهراس بيعمل ايه؟ للاسف هو عنده ترومبه واحده، فبيعمل ايه؟ بيقوم واخد خط ضغط الترومبه ده بتاع مثلا اتجاه الايه قدام وورا، ويجي على الحجر اللي قدام يحط كنترول فالف صغير. الكنترول فالف ده صغير، ده هو ده اللي بيخرج للموتور اليمين والموتور الشمال، وبيحط عليه هو الكويلات. ويجي على الموتور اللي ورا او الحجر اللي ورا راكبين موتورين، يحط كنترول فالف يتحكم في الموتورين، يبقى اصبح في ترومبه واحده بتغذي فالف امامي، والفالف الامامي دوت بيتحكم في موتورين قدام، وترومبه واحده نفس الترومبه دي بتدي البلف اللي ورا، والبلف اللي ورا ده عليه كولين بيتحكم في الايه قدام. طبعا ده في اتجاه قدام، نفس الكلام في اتجاه ورا. فممكن البلف بتاع قدام ده بيبقى اما بلف واحد على 4 كويلات، 2 قدام و2 في اتجاه قدام و2 في اتجاه ورا، او يكون بلفين، بلف للكويلين دول للموتور دوت يمين وشمال، قدام ورا او بي، او قدام ورا، وبلف للموتور التاني او بي برضو قدام ورا. يبقى كل موتور ليه بلف يتحكم فيه ورا وقدام، يا اما بلف قدام للموتورين اللي قدام، وبلف ورا الموتورين اللي ورا، على حسب النظام ايه. نفس الكلام برضه مع الفرامل. يعني الفرامل برضه ممكن يبقى فيه 4 بلوف فرامل، خط ضغط واحد خارج من الموتور الفرامل، من بلف الفرامل او تربة الفرامل رايح للفرامل على كل موتور. ممكن يكون كويل بلف واحد بكويل واحد يدي 4 خراطيم متوزعين على 4 مواتير، او ممكن يبقى كل موتور عليه كويل، دي بس دي ملهاش دعوة، بياخدوا زي بعض.
مفيش سيستم على الفرامل من جوه نفسها عامله ازاي، لان هو بيتحكم من التشغيل في الهراس او في الفنشر. يعني ما عنديش تحكم على الفرامل كفرامل، لا، كلهم بياخدوا فرامل مع بعض. لكن في السرعه وفي المشي، ده اللي عليه سيستم زي سيستم الاي بي اس بالظبط. بيتحكم بقى في الاتجاه ايه من شمال، عشان يحكم المكنه تبقى ماشيه ايه مظبوط على خط عدل بالظبط. وطبعا الكلام ده احنا بنقول الفكره دي ممكن تتنفذ في كل معده، يعني تتعمل في جريدر، تتعمل في حراس، تتعمل في فينشر. اي حاجه في الدنيا عايز تاكتويت عليها بنفس الطريقه، تقدر تاكتويت عليها بنفس الطريقه، ما دام انت عندك كارته وعندك اكتويتر بيشتغل وعندك حساس بيديك الفيدباك بتاعك. وان شاء الله برضو يبقى في حاجه تانية فيها شرح للموضوع عملي، على فينشر او على حفار او على هراس. ويبقى في ان شاء الله الاي بي اس برضو من ناحيه بقى نفس السيستم الكنترول دوت في ابلكيشن كفرامل اي بي اس على العربيه. واتمنى ان شاء الله يكون برضو الموضوع ايه مفيد بالنسبه لكم، ولو في برضو ملحوظات او اي حاجه احنا مع بعضين ان شاء الله. شكرا. ما تنسوش بقى تفعلوا جرس وتعملوا لايك وقناة تعليقاتكم وكومنتاتكم كده، عشان ان شاء الله نقدر ايه نوصل مع بعض. ولو في اقتراحات طبعا تحت امركم، وتصحيح طبعا لاي معلومه او اي حاجه. واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا بيه يعني.